السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اصحابي، عاملين ايه؟ الانمي بيبدأ بمعركة كبيرة بين الحيتان السحرية وبين عالم البشر، وكان واضح ان الحيتان هي مصدر القوة الوحيد اللي قدر يقف قدام البشر كلهم، لحد ما بنشوف طفل صغير واقف وسط المعركة مصدوم من اللي بيحصل، وساعتها بنكتشف ان كل ده كان عبارة عن حلم، وان الطفل ده راجل كبير وزعيم عشيرة الروح القائد فانلين غاشو. اليوم ده كان مميز في حياته جدا، وهنعرف ليه كمان شوية. المهم اول ما بيصحى بيروح على المعبد يصلي، وبيفضل يدعي ان الفوز بالمعركة بتاعت اليوم ده. ايوه اليوم ده كان مهم عشان عنده معركة كبيرة بينه وبين قائد عشيرة تانية، وهي عشيرة النار. الفكرة بقى ان المعارك عندهم ما كانش بالسيف ولا بالقتال المباشر، ده كان عن طريق ترقية الحيوانات الأليفة السحرية، بمعنى ان كل قائد عشيرة عنده قدرة سحرية بيقدر يستدعي وحوش على هيئة حيوانات وبيخليها تدافع عنه، عامل زي سباقات الأحصنة كده عندنا، بس الفرق بالمواجهة، مش مجرد سباق وخلاص، وكل واحد فيهم لازم يرقي الحيوان الأليف بتاعه عشان يبقى أقوى، ولازم يتمرن معاه مدة طويلة عشان يفهمه كويس ويعرف نقاط ضعفه وقوته. القائد فان كان فريد من نوعه حبتين، لأنه الوحيد اللي كان بيقدر يتحكم في الحيوانات البحرية ومعاه السر بتاعها، عشان كده كان الكل بيستنى يتفرج عليها بفارغ الصبر، وحتى الشعب بتاع عشيرته كان جواهم امل كبير انه يفوز بالمعركه دي زي ما فاز بكل المعارك قبل كده، خاصه انه فان معاه حوت اسمه كان، وده نوع من انواع الحيتان قوي جدا، ولو مستوى الترقيه بتاعه وصل لمرحله عاليه مفيش حيوان تاني بيقدر يفوز عليه. كل ده عشان شويه تلخيص بس لقوه فان عشان نفهم هي قوته عامله ازاي، وعشان ما نسبقش الاحداث تعال نرجع لموضوعنا تاني. المهم بعد ما بيخلص فان الصلاه بتاعته بيطلع عشان يروح المعركه، وساعتها بتظهر العشيره بتاعته هم مستنيين يخرج بفارغ الصبر، لحد ما بيظهر كام طائر عشان ينقلوا الارض المعركة في موكب كبير وضخم، وطول الطريق بنشوف الاحتفالات اللي بيقدمها الشعب في انتظار الملحمة الكبيرة اللي فان هيقدمها لهم، لحد ما بنوصل لأرض المعركة وبنشوف كل قائد في العشائر مستنيه المعركة تبدأ، والكل مالوش سيرة غير فان اللي بيقولوا انه بقى اقوى من الاول لانه قدر يرقي المستوى بتاع الكائنات البحرية لأعلى مستواها، وده نادرا لما بيحصل مع قائد عشيرة، زي ما تقول كده ما بيحصلش غير كل فترة طويلة. المهم بتبدأ المعركة أخيرا، وفان بيستدعي الحب بتاعه اللي كان شكله ضخم جدا، اما قائد عشيرة النار فبيستدعي الحيوان الأليف بتاعه واللي كان غوريلا ضخمه. وهنا بقى بتبدا المعركه بقوه الحيوانات بتهجم على بعضها ومساعده القائد بتوعهم، وكل واحد بيحاول يخلي الحيوان بتاعه هو اللي يفوز حتى لو هيديله من قوته. اما فان فكان مركز قوي لدرجه انه استنى لما قائد عشيره النار يطلع كل اللي عنده، وبعدين علم من المستوى الحب بتاعه لحد ما بقى حجمه اضخم واقوى من الاول، وفي وسط المعركه بيخليه يبلع الغوريلا كلها بدون اي تعب، وسط صدمه وذل من الناس اللي قاعدين يتفرجوا. وطبعا عشيره فان كانوا واثقين في القائد بتاعهم عشان كده كانوا مطمنين، لحد ما بتحصل حاجه تصدم الكل، وهي ان الحب بتاع فان بيتصاب وبيطلع منه دم كتير، ولما فان بياخد باله بيحاول يحافظ على الحيوان الأليف بتاعه على قد ما يقدر، والمفروض ان بيرجعه المكان اللي كان فيه، بس غالبا المره دي ما بيقدرش يتحكم فيه، وساعتها الحب يخرج عن السيطره، بمعنى ان فان ما بيقدرش يتحكم فيه خالص، لحد ما بيبدا يلف في كل حته، وفجاه من غير اي مقدمات بيقرب من فان وهو فاتح بقه وبيقوم بلعه، عشان في الوقت ده تبدا حياه فان وهو صغير تمر من قدام عينه، ونشوف لما كان طفل رضيع وعيلتهم بتهتم بيه وهو صغير، وكان عنده مميزات كتير قوي مش زي اللي في سنه، وكان كل ما يكبر كان يكتسب قدرات جديده، قدر يتاهل من خلال انه يبقى قائد العشيره في سن صغير، وبتمر الاحداث والسنين قدام عينه عشان نرجع للحاضر ونشوف فان هو بدا يفوق، بس مش في الساحه زي ما كنا شايفين، ده احنا عشان بنشوفه هو قاعد في الغابه ولابس هدوم تانية خالص، ولا هو ولا احنا عارفين هو قدر يوصل لها لهنا ازاي، وايه اللي حصل من وقت ما الحوت كله لحد ما يبدا يتمشي ناحيه البحيره، وكان واضح عليه التعب الشديد عشان اول ما يوصل للبحيره وبيبص في الميه بيلاقي شكل الميه اتغير تماما، كانه اتولد في جسم حد تاني وشكله اتغير خالص. بس يا ترى بقى قوته كده راحت خلاص ولا انتقلت معاه للجسم الجديد؟ ده اللي هنعرفه مع بعض. المهم فاهم من كتر ما هو مش فاهم حاجه عمال يسال نفسه عن اللي حصل وازاي حصل كده، ولا مين جسم الشاب اللي روحه اتنقلت ده، عشان فجاه بيظهر من ورا رجاله كتير فبيحاولوا يهديهم لانه مش عارفين هم مين، بيقوموا ضاربينه ضربه فوق دماغه مخلينه يفقد الوعي، وبعدها على طول لما بيفوق بيلاقي نفسه محبوس في زنزانه جوه سجن ضلمه ومش عارف ايه تهمته، عشان يبدا يسمع اصوات من حواليه، ولما يركز شويه يلاقي كلاب صغيره ومعاها حيوانات تانية حجمهم الاتنين صغير جدا مقارنه بحجم الحيوانات القديمه بتاعته، والاتنين كانوا بيلعبوا سوا عشان نعرف ان هم دول الحيوانات الاليفه بتاعته واللي هتساعده في رحلته الجديده. بس ما كانش عاجبه الحال ده، اللي هو بعد ما كان بيتحكم في اقوى واضخم الحيوانات فجاه يبقى معاه الاتنين الصغيرين دول، وطبعا بالبلدي كده اللي اتعود على العز ما بيحبش غيره. المهم ساعتها بيعرف انه مات من سنه بالظبط واتولد في جسم الشاب الجديد ده، والمفروض انه دلوقتي لازم يبدا من جديد وياخد الطريق من اوله، بس اللي ما كانش مستوعبه هو ازاي الحوت اتحول ما قدرش يتحكم فيه، وازاي اصلا بلع صاحبه بكل سهوله بالشكل ده، وتبع مين الجسم اللي هو فيه ده، ولا حتى ينتمي لانهي عشيره، وايه الحيوانات اللي حوالين منه دول بيعملوا ايه، ولا قوتهم عامله ازاي، فبيقعد يستكشف قوتهم هتبقى ايه. ما بيلاقيش عندهم اي قوه خالص غير انهم بيعرفوا يجروا، او حيوان منهم بيقدر يمد ايده لمسافه طويله، واكتر من كده ما تلاقيش، لحد ما بيعدي عليه حارس الزنزانه بيسمع صوته فبيدخل بيقول له ان السيده عاوزه تقابله دلوقتي. بنعرف بقى ان اسمه الجديد بقى اليوفنجمان، وان السيده عاوزه تقابله دي تبقى السيده بايناي من عشيره باي المتحكمه في الحيتان والتعابين. بس اليو كان بيحاول يعرف هي عاوزه تقابله ليه واشمعنى هو بالذات، عشان اول ما بيوصل لاوضته تؤمر الحارس انه يسيب له يدخل لوحده، فبيدخل ليو وهو مش عارف هيقابل
هيقابل مين ولا هيعمل ايه ولا حتى ايه اللي ممكن يحصل له عشان يدخل اوضه ضلمه مش باين منها اي حاجه. وبنشوف نيان قاعده قصاده على الكرسي بتكلمه بكل غرور. المهم نيان كانت عاوزه ليو يتحد معاها وشكلها كده عينها منه، بس بتجيبها له على اساس انها عاوزه يبقى الخدام بتاعها ولا هتبهدله ولا هتاذيه. وكمان كانت عايزه تشوف قوته الحقيقيه عشان تشوف هتقدر عليه ولا لا، بس ليو كان اذكى منها وحاول يبعد عنها. ويا ست انا مش قدك، انت اللي زيك ما ينفعش يتكلم مع واحد زي اصلا مش من مقامك. وبدا يتسحب لحد بره عشان يهرب، لكن اول ما نيان بتاخد بالها بتسلط عليه قوته السحريه وبيطلع الحيوان الاليف بتاعها واللي كان عباره عن تعبان ضخم. بتضرب بيه ليو ضربه قويه بتحدفه على الارض 7 متر لقدام، وعشان لما تبدا تقرب منه تاني يبدا ليو يظهر الحيوانات الاليفه بتاعته، واللي مقارنه بالتعابين الضخمه ده ما يسواش حاجه لان حجمهم كان قليل قوي وشكلهم اصلا ما يخوفش عيل صغير. عشان اول ما نيان تشوفهم تضحك عليه وهم ده بقى اللي يحموك مني، خلينا نشوف هيقدروا يعملوا ايه. وبتقوم بعت التعبان عشان يقتلهم، لكن ليو بيبدا يتحكم فيهم ويخليهم يفوزوا على التعبان وباسلوبه المراوغه بيخليهم يهربوا منه، او بمعنى صح يخلوه يجروا وراه لحد ما يلاقوا نقطه ضعفه. وبطريقه كويسه بيوقع التعبان في كمين وبيخلي الحيوانات بتاعته تسيطر عليه لدرجه انهم بيكتفوا التعبان خالص. فلما نيان بنشوف المنظر ده بتقول ما بدهاش بقى، انا هوريك الوش التاني. وبتقوم مرقيه المستوى بتاع التعبان مخليه يضرب الحيوانات بتاعه ليو، وبيضرب ليو وكمان بيحدفه في البحيره، والمفروض انها كده خلصت منه. لكن الحقيقه ان اليوم بعد ما وقع في الميه شاف حوت صغير كده من نفس النوع بتاع الحوت القديم بتاعه، فقام واخده معاه لبر الميه. ولما نيان شافته ضحكت عليه، وانت تعمل ايه بحوت صغير يعني؟ ده محدش يقدر يعمل له حاجه، واللي كان بيقدر يتحكم فيهم هو فان ده مات بقاله سنه. ما تعرفش ان فان بشحمه ولحمه وروحه واقف قدامها دلوقتي عشان تفوز عليه بتؤمر التعبان بتاعها يضربه مره تانية. لكن المره دي ليو بيتحكم في الحوت اللي حجمه ما يسواش حاجه جنب التعبان وبيخليه يلعبه، كأن القوه مش بس في الحجم والضخامه، القوه دايما بتبقى جوه الجسم نفسه. المهم بيخلي الحوت الصغير ده يبلع التعبان الضخم ده وسط زون من نيان اللي كانت واقفه تعيط حرفيا على التعبان بتاعها. عشان كده امرت الجنود بتاعها يقبضوا على ليو اللي ما استناش وخد نفسه وطلع يجري بسرعه، ما هو مش هيفضل محبوس طول حياته يعني. المهم الجنود بيفضلوا يجروا وراه، حتى الذئاب اللي في الغابه هي كمان بتطارده لحد ما بيقدر يهرب منهم كلهم. خلينا بقى نرجع لنيان الاول عشان نشوف منهارة بسبب التعبان بتاعها، وانها ما كانش متخيله ان اي حد يفوز عليها وخاصه واحد زي ليو. بالنسبه لها بتعتبره متشرد يعني. فاول ما الجنود يرجعوا من الغابه بتسالهم عن اللي حصل، بيعرفوا ان ليو هرب منهم، فبتزعق فيهم لحد ما بيظهر اخوها شين وده قائد العشيره بتاعتهم، واللي كان جواه فضول يعرف مين اللي هزمها بسهوله كده. فبتقعد تحكي له ما ادركها زن الحريم بقى، بتقول له على كل اللي حصل عشان يتعصب ويجري يجيب لها حقها. لكن شين ما بيعملش اي حاجه خالص، وده لانه مش متخيل ان حد يقدر يتحكم في حب بعد موت فان، لانه الوحيد اللي كان عنده السر بتاعه يقدر يرقيهم ويعلم من مستوياتهم، وفي نفس الوقت اللي بيتكلم فيه عن فان والسر بتاعه وانه خلاص فقد الامل ومفيش قلق من ناحيه ليو. بيقول لها انه هيبقى يتصرف مع الموضوع ده بعدين. عند ليو نفسه بقى بنشوفه هو بيستخدم السر بتاعه لو بيرقي من المستوى الحوت اللي هو اساسا لسه صغير، بس جواه اراده وقوه تخليه يبدا من جديد تاني عشان يعلم من مستواه، وبكده يبقى جمع 3 حيوانات اليفه لحد دلوقتي. فيا ترى بقى يعمل بيهم ايه ويكتشف السر اللي حول الحوت وخلاه ياكله ولا لا؟ هنعرف مع بعض. المهم بنشوف ليو هو رايح ناحيه محل كده عشان يطلب حيوان اليف تاني، بس كل طائفه في البلد لها كلمه مرور لازم يقولها عشان يقدر ياخدوا حيوان اليف، وكل عشيره ولها رتبه يعني محدش فيهم يقدر ياخد حيوان اعلى من الرتبه بتاعته. فلما ليو بيقول كلمه المرور بتاعته العامل بيكتشف انه من عشيره الانجشاو، وساعتها ليو بيفرح انه اتعرف عليه. لكن العامل بيرجع يصدمه بيقول له ان العشيره بتاعته نزلت في الرتبه وما عادش ينفع تاخد اي حيوان الف من رتبه عاليه. وهنا بقى كانت الصدمه بالنسبه ليو، لان بقى مفروض عليه يقبل بحيوان اقل من الرتبه عشان يقدر يعدي. الفكره بقى ان كل عشيره منهم لما بتخسر معركه هو ده اللي بيخليها تنزل في الرتبه، وبسبب المعركه الاخيره اللي كانت بين فان وبين قائد عشيره النار واللي فان مات بسببها. ده بالنسبه لكل العشائر يعني خسروا رتبتهم ونزلوا مسافه طويله في الترتيب، يعني بقى زي عامه الشعب اقل رتبه واقل حيوان اليف. المهم بعد كل ده بنشوف ليو هو راح لمعبد الحيوانات المقدسه عشان يطمن على الحيوانات بتاعته، ودي حاجه شبه المستشفى كده ما بتعالجش غير الحيوانات الاليفه والسحريه. بعدها بيطلع على معبد بيسموه معبد اللفات، وده بيتباع في القوه السحريه اللي بيتدربوا عليها. بس بعد ما بيختار اللفافه بتاعته بيلاقي كل اللي داخل عليه من الباب وراسه 1000 سيف انه ياخدها بالذوق بالعافيه بقى، وعاوز ياخدها وخلاص. لكن كل ده وليو لسه ما دارش وشه ولا الشخص التاني شاف شكله، لكن مجرد ما بيلف وشه عشان يتخانقوا سوا بيكتشفوا ان هما الاثنين صحاب، وده يبقى شي وصاحبه اللي ما قابلوش من ايام ما كانوا في قصر الانجشاو. المهم شو بيعزموا على الغداء، وطبعا ليو ما كانش اكل بقاله كام يوم فبياكل ولكنه قاعد في بيتهم لحد ما بيخلص الاكل كله لوحده، وصاحبه كمان بيجيب له مشروبات كتير عشان يشرب، فليو بيخلصها كلها. وشيو اول ما بيخلص كوبايه واحده بيغمى عليه. ساعتها ليو بيستغل الفرصه بيقوم يحرر الطفل اللي مع شيو، واللي تقريبا كده شيو كان خاطفه باين او جايبه كراهينه او حتى عشان يخدمه، لكن هو بيفكه وبيطلب منه انه يختفي على طول عشان لو شيو مسكه تاني مش هيقدر يحرره مره تانيه. بعدها بياخد الحيوانات الاليفه بتاعته وبيطلع يتمشى بيهم، بس
بيعديش كتير بيشوفه وهو ماشي مبسوط، ونفس الشاب اللي لسه محرره واقف مستخبي بيبص عليه وشكله كده ينوي يروح وراه. في نفس الوقت بنروح لجناح عليد لنغشاو عشان نشوف العشيره وهم متبهدلين على الاخر ما بين اللصوص وقطاع الطرق ومشاكل ما بين العشائر التانيه. كل واحد طبعا في العشيره بتاعت فان وعاوز ياخد منها حته، وطبعا قيمتهم كلها قلت وقوتهم بقت ضعيفه اول ما فان مات، فالكل بقى عاوز ياخد منهم اللي هو عاوزه من غير ما حد يقدر يقف له، لدرجه ان بنشوف واحد من عشيره فان وهو بيخسر معركته الصغيره دي هو حيوانه القليب بيموت قدام عينه وهو ملطشه كل من هب ودب. بنرجع من تاني ليو اللي بنكتشف انه جاي يزور العشيره بتاعته وشكله كده ناوي يرجع امجاد زمان، بس اول ما بيوصل بيلاقي المكان متغير وشكله بقى قديم ومغهور، حتى مفيش حراس على المكان زي ما كان متعود يسيبه دايما، وشكل الوضع ما يسيرش خالص على دخلة ليو ساعتها. واللي بيشوف اللصوص وهم بيتريقوا على عشيرته ما بيستحملش وبيقوم مطلع الكلب والحيوان القليب بتاعه خليه يواجه الحيوان القليب بتاع اللصوص. فالحراميه كانوا بيتريقوا عليه واللي هو كلب صغير زي ده هيعمل لهم ايه يعني، لكن المفاجاه ان الكلب بتاع ليو هو اللي بيفوز على سحليه ضخمه وسط ذهول وصدمه من الكل، وساعتها الحراميه ما بقوش مصدقين نفسهم لحد ما بيقرروا يستعدوا عدد كبير من الحيوانات الاليفه يجروا ورا ليو اللي من شكله كده بيقول انه خايف منهم وبيجري قدامهم، لكن في الحقيقه هو بيستدركهم لبره القصر عشان اول ما بيطلعوا يجروا وراه ما بيلحقوش، وحتى الحيوانات الكتير اللي معاهم ما بتقدرش تعمل حاجه بمجرد ما بيطلع الحوت الصغير اللي معاه. بالنسبه لهم فاللي بيمتلك حوت زي ده بيبقى قوي جدا وكمان محظور على اي حد من العشيره انه يمتلك بعد موت فان، فمن خوفهم منه هددوه انهم هيبلغوا عنه وهربوا بسرعه قبل ما يأذيهم. اما ليو بقى فما بيهمهوش منهم وبيقوم سايبهم وداخل على القصر يسلم على اخته الصغيره اللي اول ما بيشوفها ما بيقدرش يمسك نفسه وبيحضنها على طول. كل ده والبنت مش مصدقه نفسها ومن الشاب ده، فبيفتكر فان انه بقى في جسم شخص تاني، وكمان الحادثه اللي حصلت قدام الكل ما تخليش حد يصدق انه لسه عايش. وفوق كل ده وده هو عاوز يعرف ايه اللي حصل بعد موته، عشان كده بيستجمع قوته كده وبيقول لها ان شبه اخته مش اكتر، فما قدرش يمسك نفسه وبيعرفها بنفسه شخصيته الجديده وبيطلب منها تفرجوا على القصر. فالبنت بتقف تبص له كانها حاسه ان اخوها بس مش اكده، او بمعنى صح اخوها مات قدام عينيها، فالطبيعي مش هتصدق يعني انه لسه عايش. المهم بنروح وراه وبيتفرجوا على العشيره بتاعتها وكل واحد قاعد في جنب يشتكي همه للتاني، وشكلهم كان تعبان ومتاثر قوي بعد موت فان. في الوقت ده ليو بيقرب من الشاب اللي كان بيتخانق مع الحراميه واللي قتلوا الوحوش السحريه بتاعته، فبيفتكر لما هو بنفسه اداله الحيوان ده، وساعتها فان قال له انه هيبقى حيوان سحري قوي، والشاب كان مبسوط جدا بيه. معرفش بقى ان الشاب كان متاثر عشان حيوان اليف نفسه ولا عشان فان كان مديهوله، بس الشاب ما بيقدرش يمسك نفسه وبيسيب ليو واقف وبيمشي. الفكره بقى ان كان عاوز يسيب القصر كله ويمشي، وده لان كل الحيوانات الاليفه بتاعتهم ماتت ومش هيقدروا يحموهم بعد كده. وبيفتكر فان لما كان بيتكلم معاه زمان وان هو عنده اراده وكان مستعد يحمي القصر بكل قوته، فاللي غيره دلوقتي بقى كان عشان القائد بتاعهم مات ومحدش فيهم هيقدر يحمي القصر مهما حصل، وده بعد الاهانه اللي وصلوا لها من كل العشاير. فبيجروا ليو عليه هو بيهديه وبيقول له انه يساعدهم بس يقعد هنا، فالشاب بيضحك عليه وكانه مش مصدق وبيفتكر انه صعبان على واحد زيه يعني، فده اللي خلاه يقول كده، لكن في الحقيقه ما يعرفش ان معاه ده فان ولما بيسترجع قوته محدش يقدر عليه، وبيصمم انه يمشي مهما حصل. وبعد كل اللي بيحصل ده كل اللي في القصر هم كمان بيقرروا يمشوا منه، وبيقعد اختفان الصغيره وبيعتذر لها انهم مش هيقدروا يكملوا هنا. فبينهار لي وهو بيفتكر كل لحظه جميله عدت عليهم مع بعض جوه القصر وازاي بالسهل كده يمشوا ويسيبوه، وتحت المطر بيقعد على الارض يعيط ومش مصدق ان كل اللي بناه في سنين بينهار كده في غمضه عين. بعد ما الكل بيمشي ما بيبقاش غير 2 3 غير ديانغ واختفان اللي بتبقى زعيمه العشيره في الوقت ده منها اخر وارثه في العيله. المهم بعد موت جميع الحيوانات الاليفه بتاعتهم ليو بيعرفها ان لازم يروضوا حيوانات تانية عشان يقدروا يحموهم، بس ديانغ ما بتبقاش عارفه المكان اللي يقدروا يصطادوا منه حيوانات، وخاصه ان العالم اتغير بعد موت اخوها. فليو بيعرفها انه يعرف مكان سحري يقدروا يجيبوا منه حيوانات بكل هدوء. لكن في اللحظه دي ديانغ لما بتبص بتحس انه شايفه اخوها قدامها بس بتكدب عينيها لانها مش متاكده منه. وقتها ليو بياخدها المكان في الغابه وبيخليهم يزوروا اماكن اول مره يشوفوها. المهم لما بيوصلوا للمكان الموعود الاخير بيشوفوا حيوانات شكلها غريب، من ضمنهم دب باندا وحيد قرن اللي قدرته كانت تغير الوان الطبيعه، او بمعنى اصح بيسحب اللون الطبيعي للشخص ويحوله لابيض واسود، فبيتصابوا منه. لكن ليو بيستدعي الحيوانات الاليفه بتاعته واللي بيساعدوا انهم يرجعوا له اللون الطبيعي من تاني، وبتدور مواجهه كبيره ما بينهم وبين الدب لحد ما بيقدروا يفوزوا عليه. بس مجرد ما بيكتفوا موتشي اللي كان معاهم بيخونهم وبياخد الدب يهرب بيه، وبيطلع رايح بيه لاخو نيان عشان يدولهم قبل انه يرجعوا الثعلب الحيوان الاليف بتاعه. في البدايه اخو نيان بيوافق وبيقول له رايح ياخد الثعلب بتاعه، لكن بنكتشف انه بيخضعوا وبيقعوا في الفخ بتاعه بدل ما بيدوله الثعلب او حتى يسيبوا الدب بياخد منه الاثنين وبيحبسوا عنده. ثاني يوم بنشوف ليو وديان رايحين للسوق يشتروا حيوانات اليفه بعد اللي حصل معاهم في الغابه، لكن محدش كان معاه فلوس غير ليو بيتبرد ويدفعها طبعا، لحد ما بيقابلوا واحد من رجاله نيان واللي كان معاه الدب وحيد الارض اللي حصلت خناقه عليه بالليل. فاول ما بيشوفوه بيتعرفوا عليه على طول وبيطلبوا من الحارس انه يرجع لهم عشان بتاعهم، لكن الراجل بيهددهم انه يبلغ الزعيم بتاعه لو تعرضوا له. وفجاه لما بيداير وشه ما بيلاقيش الدب موجود، فبيقلق ويفتح القفص بتاعه، لكن بيتفاجئ ان اسلوب تمويد الدب واقف قدامه مره واحده بيضربه. بعدها على طول ديان مع ديانغ بيطلب منه انه يبقى الحيوان الاليف بتاعه عشان يساعدها، فالدب زي ما بيكون فهم طلب ووافق على طول. وبعدين شاف الثعالب بتاعت موتشي متكتفه فحررهم، وبعد شويه اكتشفوا ان صاحبهم محبوس لكن لسه ما عرفوش انه موتشي، فبيقرروا انهم يحرروا اصحابهم عشان يرجعوا تاني. وبيلاقي رساله بتدلهم على مكان شجره سحريه، فلما بيمشوا ورا الخريطه اللي فيها بيكتشفوا ان
ان هو فان اللي كان سايب الرساله دي، وانه بيودعهم قبل المعركه. بس الغريبه ان اليوم ما كانش فاكر موضوع الرساله دي خالص، عشان مش كل حاجه حصلت له بيفتكرها، او ممكن عشان روح فان كلها ما كملتش جوه جسمه. اكيد هنشوف ده قدام. المهم بعد ما بيخلصوا قراءه الرساله بيتحركوا كلهم ناحيه موتشي عشان يحرروه، واللي كان محبوس في سجن ضلمه والحراس بيعذبوا فيه على اخرهم، عشان اول ما ليو هو اللي معاه يوصلوا ويشوفهم ويفرح انه جايين علشانه. وكل واحد بقى مطلع الحيوان الاليف بتاعه قدامه، وكانهم بيلفوا يجمعوا اتباع ليهم عشان يساعدوهم. المهم بعد ما بيحرروا بيرجعوا الثعالب بتاعته عشان موتشي يبقى واقف مستغرب من اللي ليو بيعملوا معاه، برغم انه خانه من يومين بس. ولما بيسالوا ليو بيقول له انه عارف انه عمل كده عشان الحيوان الاليف، وانه الشخص القوي بس اللي عنده ولاء الحب الحيوان بتاعه، عشان كده كان عذره. وكأن الجملتين دول خلوا موتشي يحس بحاجه جواه، فقام متشجع وقرر انه يروح معاهم. وبعد شويه بنشوف ليو هو بيدور على صاحب المكان ده كله عشان يتفاجئ بمخزن كبير مليان بالانتيكات والتحف الاثريه. لكن الغريبه ان المكان ما كانش عليه حراس وكمان ضلمه، فبيدخل يتفرج على التحف لحد ما يتفاجئ بوحش بيهجم عليه وهو مش شايفه، عشان بعدها على طول يطلع صاحب الوحش ده واللي شكله كان غريب ويعرض على ليو انه ينضم ليه. لكن ليو بيرفض الطلب بتاعه. ساعتها الراجل بيزود الهجمات بتاعته، فليو ما كانش شايف الضرب جاي له منين، عشان كده بدا يدافع عن نفسه ويرمي كل التحف على الارض وهو بيهرب عشان ما يعديش كتير والجو يرجع يهدى من تاني. فليو بيستغرب ويقف يبص على الراجل راح فين، وقتها بيلاقيه ملخوم في لم التحف بتاعته، فبيخلي الحيوانات الاليفه بتاعته تكسر في التحف اكتر طالما هي غاليه عنده وكده، قال يشغله اكتر واكتر. والراجل ما كانش ملحقها منين ولا منين لحد ما وقع الدولاب كامل عليه، بس ما بيعديش كتير والوحش بتاعه بيطلع يهجم على ليو بيسببه له اصابات كتير. فليو بيعرف انه مش هيقدر على الوحش ده دلوقتي وانه لازم يدور على زمايله يساعدوه، وبيطلع يجري على الساعه. فلما بيقابل ديانغ بتقلق جدا، لكن الوحش كان جه وراه وحاول يهجم عليه تاني، وساعتها اتحولت لمعركه كبيره كلهم كانوا مشتركين فيها. كل واحد بقى يستخدم الحيوان الاليف بتاعه عشان يحاول يهزمه او حتى يعطله، لكن الوحش كان قوي جدا ومش سهل عليهم يصيبوه حتى. ولما بيحاولوا يضربوه في ظهر الراجل بيعلي من المستوى بتاعه بيخليه اقوى من الاول، فولا ضربه من اللي بيضربها بتعمل له حاجه، وكل الحيوانات بترمي على الارض من كتر التعب. ساعتها ليو بيستخدم اخر سلاح سري عنده هو الحوت الاليف، عشان الكل بيتصدم انه يقدر يتحكم في الحيتان، وطبعا عشان كلنا عارفين ان فان بس اللي كان بيعمل كده. المهم ليو بيفضل يصب ضربات ناحيه الوحش لحد ما بيدمره خالص، ومهما يحاول يبعد الحوت عنه ما بيعرفش لحد ما خلاص بدا يبلع فيه وبيحميه جواه، فتحول لبلوره صغيره المفروض انه يكسروها عشان يخلصوا منها. لكن الوحش بيرجع يستعيد قوته من تاني وبيرجع وراهم لدرجه انه بيأذي ليو هو كمان وبيوقعه على الارض. والحوت هو كمان كان بيقع مصاب، وكل ما حاول يقرب من البلوره بيلاقي اللي يعطله ويجرحه، والمفروض ان كده ليو فقد الامل خلاص ومفيش حد يقدر يساعدهم. لكن القدر كان ليه راي تاني، ففاكرين الشاب اللي ليو حرره من صاحبه شيو اهو ده بقى بيظهر وبيجري بسرعه بيلحق ليو كمان انه مكسر البلوره. فلما صاحب الوحش بيحاول يأذيه ما بيعرفش، وبيطلع الشاب ده شاطر جدا في المراوغه وكمان قوي. وبعد ما الشاب ده بيكسر البلوره بيقف ليو عشان يشكره، وافتكروا انه انقذه قبل كده، لكن الشاب كان اتاثر بكلامه تقريبا ما حدش كان بيشكره خالص قبل كده، وقام سايبه واقف جري على الغابه. بعدها على طول ليو بيبص على البلوره السحريه لقى الوحش محبوس في قفص، فقال يستحوذ عليه ويجعله ملكه، ولسه بيحاول يسيطر عليه حس بالتعب وهو معاه على طول. ولما بيفوق بيلاقي نفسه نايم في السرير وديانغ بتهتم بيه، اللي بعد ما اطمنت عليه سابته وخرجت. وقتها ليو ما كانش فاهم اللي حصل ده بسبب ايه، وان اكيد في مستوى ترقيه هو ما يعرفش عنه حاجه، وهو اللي وصله للمرحله دي. عشان كده قام مستدعي الحب بتاعه داخل جواه المساحه الخاصه بمستوى الترقيه بتاعته عشان يشوف كل مستويات الترقيه اللي ممكن يوصلوا لها. بس نكتشف ان مستويات الترقيه كتير ولسه بيعتبر في الاول، وكل مستوى او مرحله يوصلها قوته هتزيد اكتر، فلازم ياخدها واحده واحده زي ما يقولوا، عشان كده ما يتصابش في كل مره. يعني ما ينفعش ياخد مستويين مره واحده كده. المهم بعد ما بيعرف كل المعلومات دي بيروح بيطمن على ديانغ اللي كانت بتصلي في نفس المعبد اللي شفناه فيه من البدايه قبل ما الحكايه دي تحصل، بس كانت متاثره جدا بكل اللي حصل. في البدايه ورت له منشور من عيله باي بيقولوا انه حرامي، لكن حلف لها انه مش حرامي ومالوش علاقه باللي عيله باي بتقولوا عليه. فديانغ بتصدق كلامه، بس بتعرفه انه حاسه ان في حاجه من اخوها، زي ما يكون صاحبه او حتى تلميذ او حتى كان يعرفه قبل ما يختفي، لان تصرفاته كلها شبيهه باخوها. وفي لحظه كده ما تبقاش مصدقه نفسها، بتساله لو كان هو فعلا اخوها ورجع تاني، عشان ليو يقعد مصدوم من سؤالها وده مش عارف يجاوبها ازاي. بس قلب الاخت بقى، لكن ليو بيفكر شويه قبل ما يقول لها الحقيقه هو انه اخوها. ساعتها مش هيعرف الخاين اللي خانهم زمان وقال على اسراره لزعيمه عشير النار، فاضطر يقول لها انه حرامي زي عيله باي قالت عليه وخلاص. بس ما كانش يعرف ان حراس ديانغ بيتصنتوا عليهم بره، واول ما سمع كلمه حرامي دخلوا قبضوا عليه على طول. فاللي هو مش عارف يخلص من التهمه اللي ملوش ذنب فيها، ولا حتى عارف يقرب من اخته ويحميها، ولا حتى عارف مين اللي خانهم. المهم ديانغ ما بتحطش في دماغها موضوع السرقه ده، ولا فارق معاه انه حرامي ولا لا. المهم انه بيساعدها، عشان كده بتحرره وبتاخده معاها المدينه، لان اليومين دول في مسابقه تقييم ومستويات ولازم يكونوا متجمعين عشان يعملوا مستواهم. ولما كانوا ماشيين في الغابه بيلمحوا نفس الشاب يراقبهم مره تانية، فبتحس ديانغ انه انطوائي او بيتحرج يتكلم مع الناس، علشان كده بتنادى عليه يخرج يتمشى معاهم، لكنه بيتحرج تاني وبيختفي، فبيسيبوه ويكملوا الطريق، خاصه انهم كانوا قربوا من المدينه خلاص. ولما بيوصلوا بيكتشفوا انه في ناس كتير من جميع العشائر موجودين، بس كلهم بيتنمروا على عشيرتها هي، وانها اقل من المسابقه دي. بالبلد كده ما يستحقوش يبقوا وسط العشائر الكبيره ومستقلين بيهم على الاخر. وبرغم كل الترقيه دي الا ان
ديانغ ما بترضاش تورط نفسها في مشاكل، وبتطلب من مساعدينها انهم يصبروا لحد ما يشوفوا يعملوا ايه، او حتى يحققوا اللي جايين عشان الاول وبعدين يبقوا يردوا عليهم. فبيدخلوا يقابلوا زعيم المسابقه، ولو ركزتوا شويه يبقى نفس الشخص اللي كان بيتكلم على اخوه كويس في البدايه، وكأن شايف مستقبل العشيره بتاعتهم. المهم الزعيم بيعرفهم بقواعد المسابقه دول اللي المفروض هيمروا بيها، فكل العشائر بيتريقوا على ديانغ واللي معاها على اساس انهم مش هيعدوا مستوى واحد بس من دول. وفي شخص كان بيحاول يقرب من ديانغ كده، ليو قام واقف قدامه، هو نفس الحرامي اللي حاول يأذوهم من كام يوم لما ليو وصل القريه ووقف له برضه. المهم بيتحد 4 عشائر عشان يأذوه على اساس انهم شويه صغيرين بقى، بس ليو بيقدر يقف قدامه وبيسلط حيوانات الاليف عليهم فبيربوهم، ومحدش فيهم كان قادر يعمل حاجه، لدرجه انهم قلبوا قطط قدام ليو كانوا خايفين منه. وقتها ليو استغل الفرصه وعلمهم درس حياتهم، وطلب منه يديله شويه تقييمات من بتوعه عشان يعلم المستوى بتاعه، واللي هو هتيجي التقييمات بالذوق ولا خدها انا بالعافيه. فكلهم وقفوا يدوا له التقييمات وهم خايفين منه، وبسبب اللي ليو عمله الزعيم بيعجب بيه وبيستغرب من قوته الكبيره، لكن بفضل قوته بيقدر يحجز لهم مكان في المسابقه من غير اي نقاش. وبيركبوا الطيور اللي شفناها في الاول بتوصل فن المسابقه عشان يسافر المكان اللي هيتنافسوا فيه. المهم بعد شويه بيوصل يونغ باي واخته نيان عشان يبقوا ضيوف الشرف بتاعه المسابقه اللي هيولعوا شعله البدايه. بس في ناس ما كانش عاجبهم الموضوع ده، لان يونغ واجه فان قبل كده وخسر منه، وكانوا شايفين ان يونغ اقل من انه يولع شعله المسابقه يعني، لكن بكلمتين معسلين منه قدر يقنعهم بنفسه، وانه معترف ان فان اقوى منه. بس بعد موته ما لقاش اللي يقف قدامه، معنى كده انه يستحق يبقى ضيف الشرف واللي يطلق صفاره البدايه. ولما بيعمل كده بتبدا جزيره تتحرك من قلب الميه، وكانها بتتمهد لحاجه هتطلع من وسط البحر، عشان نعرف انها مش مجرد جزيره عاديه وان الارض اللي هتتنافس عليها. وقتها زعيم المسابقه بيقول اول مسابقه كلهم هيتنافسوا عليها، وانهم يجمعوا اكبر عدد من مستويات الترقيه، ولا تبقى عباره عن مجموعه جراثيم منتشره في اماكن مختلفه وكلهم بعيد عن بعض. وهتسالني يعني ايه جراثيم؟ اقول لك يعني بلارات جواها مستويات تقييم عاليه، لازم تجمع عدد كبير منها عشان توصل للمستوى اللي بعده، واقل عدد لازم المتسابق يجمعوا 300 عشان الفريقين اللي بعدهم يبقوا اقل في العدد التقييم. المهم اليو بياخد باله من بلوره جنب منهم وبياخدها بكل سهوله، بس اول ما واحد في فريقه بيلمح بلوره تانية بيحاول يقرب منها بيتفاجئ بحيوان طالع من الارض وسارقها منه. علشان ساعتها اليو يقدر يقرر انهم يقسموا المجموعات ويلفوا الجزيره كلها عشان يدوروا على البلورات، وبعد ما بيجمعوا اكبر عدد ممكن بيرجعوا لنفس النقطه تاني. في نفس الوقت بنشوف يونغ ونيان وهم قاعدين مع زعيم المسابقه عشان يتبعوا المتسابقين وصلوا لحد فين. المفروض ان كل متسابق لابس صور في ايده ما ينفعش يخلعوا لاكتر من 3 دقايق، فالمتسابقين كانوا بيحاولوا يغشوا ويخلعوا الصور ويلبسوه الحيوان الاليف بتاعهم ويخلوه يلف على البلورات ويرجعوا تاني عشان ياخدوا الصور منه قبل ما المده تخلص. لكن في 3 متسابقين بيظلوا شاب على هيئه واحد، واللي بيقتل حيوانهم وبياخد البلورات منهم كمان وبيخرجهم بره المنافسه خالص. ولما بيوصل شعار للنور انهم خرجوا بيقولوا انهم ما لحقوش يلبسوا الصور، لكن من جوه بيقولوا ان اكيد في حد اعترض طريقهم وسرق الصور او عمل فيهم حاجه. فبينادي في الميكروفون ان عدد المتسابقين بيقولوا لما بيسمع بيحس ان المنافسه كده هتخلص بسرعه، وايه اللي يخلي المتسابقين يخرجوا بره المنافسه خالص غير لو كان في حد من اللي بيأذيهم. عشان كده بيقولوا انه لازم يدوروا على البلورات السحريه بسرعه قبل ما الوقت ينتهي. المهم المتسابقين ما بينهم وما بين بعض كانوا بيعملوا افخاخ للفرقه الثانيه على اساس انهم يقتلوا عدد المتسابقين ويقدروا يوصلوا بطريقه ثانيه للمستويات النهائيه، عشان ديانغ تتفاجئ انها وقع في كمان من دول ولسه بتبص حواليها بتكتشف ان عامله دوان. اقول لك بقى مين دوان؟ وفاكرون الحراميه اللي كانوا داخلين يسرقوا قصر ديانغ واعترضهم وكانوا هيأذوه الحيوان الاليف بتاعه بسبب الحراميه ساب القصر ومشي هو باقي العشيره. هو ده بقى دوان اللي بنكتشف انه مشارك هو كمان في المسابقه. المهم في اللحظه دي بيظهر شخصين وبيسلطوا على ديانغ حيوانهم الاليف اللي كان عباره عن وحش ضخم يأذيه جامد. لولا ان دوان بيدخل وبيسلط حيوان الاليف عليهم في الوقت ده بتدور مواجهه كبيره ما بينهم، وديانغ بتفرح لما بتلاقي حيوان دون لسه عايش، بس لما بتيجي تقرب منه بنكتشف انه اتحول، او بمعنى اصح بقى شكله مختلف عن الاول بكتير. تحس كده انه بقى عباره عن شويه شر ماشيين على الارض، فبتستمر مكانها مش عارفه تقرب منه ولا حتى ترجع وقتها للشخص اللي بيسلطوا حيوانات كتير على حيوان دوان على اساس انه ضعيف ومش هيقدر يعمل لهم حاجه. بس المره دي كان حيوان دوان قوي جدا وبيهجم عليهم بشراسه لدرجه انه بس مش بيأذي حيواناتهم، ده بيأذيهم هم كمان معاه وبيرجع ولا كانه عمل حاجه. فبيستغرب ديانغ من اسلوب دوان الجديد وانه ما كانش بيحب الشر او كده، لكنه بيعرفوا انه انضم لعشيره تانية وهي اللي خلته بقى كده، هم اللي حولوا الحيوان بتاعه القوه دي. يعني بالبلدي كده ما شفتش عندهم قوه، قلت ادور على مصلحتي في مكان تاني. المهم دوان بيعرض على ديانغ انها تنضم ليه في عشيرته الجديده عشان تلاقي قوه بيسالها متمسكه في العشيره بتاعته، فبتعرفه ان الامل رجع لها مره تانية لما قابلت ليو، وان بيحاول يدافع عن العشيره بكل قوته واثقه انه هيقدروا يرجعوها اقوى من الاول. فدوان بيبص لها كده وكانه مش مصدق او مش واثق في الكلام اللي بتقوله، وقتها بتعرض عليه انه يرجعهم تاني، لكن دوان بيصرخ في وشها اللي هو انت يا غبيه فاكره ان واحد زي ليو هيقدر يعمل حاجه ولا يرجع قوه العشيره من تاني، ولا حتى شويه الوحوش الضعيفه اللي جمعهم ما يعملوا حاجه؟ ده انا في كام يوم بس بقيت قوي جدا وباخد كل اللي انا عاوزه. فبيحاول ديانغ تطلب منه انه ينضم ليهم وساعتها قوته هتبقى اكبر، لكن دوان بيبقى شايفها غبيه برضه وبيقوم قايل لها ان ما عادش منتمي العشيره بتاعتهم ولا هيرجع لهم تاني. بتتصدم ديانغ من مشاعره دي، ولا هو اتحول بالشكل ده ليه؟ دول كانوا كل حاجه في حياته، ومره واحده اتقلب عليهم، ومره واحده قبل ما يمشي وبيسيبها واقفه بتطلب منه ما تقابلوش تاني ولا هي ولا ليو، وبيهددها ان لو قابلته مش هيرحمه، وبيسيبها ويمشي. في نفس الوقت وفي مكان تاني بنروح
لواحد من عشيرة ديانا اللي كان بيحاول ياخد بلوره سحريه. بيتفاجئ بشاب صغير وهو طالع عليه يهدده انه يدور البلوره. قال ايه الامبراطور هو شايفها الاول، فبيضحك عليه قوي انه لسه طفل يعني. لكن الطفل اللي مش عاجبه ده بيقوم مستدعي وحش من رتبه عاليه، واللي بنكتشف انه اسمه لونق، ويبقى الامبراطور اللي اتولد معاه حيوان الاليف الخاص بيه. وصعب جدا تلاقي طفل يتولد بالرتبه دي، عشان كده اول ما الكل في المسابقه شافوا الاتنين من بعيد بيتكلموا عنه، لدرجه ان زعيم المسابقه نفسه رجع يدور في الورق على مين يبقى الامبراطور وسطهم، لحد ما بيعرف انه لونق. فبيستغرب لانه ما خدش باله من الموضوع ده في البدايه، وكان المفروض يفضل معاهم في القصر، بس المنافسه بتاعه اكتر وكل واحد بقى شايف نفسه احق بالفوز من غيره. اما اللي من عشيره ديانغ بقى فكان يفتكر اول ما اتولد كان عامل ازاي، وشكله كمان اتولد بحيوان اليف ضخم لكنه اتحرم منه. بس دينا هنشوف مع بعض. المهم بتدور ما بينه وما بين لونغ خناقه جامده، كل واحد فيهم بيطلع اقوى حاجه عنده، وتحس كده انها خناقه في الشارع على كوره، لان الاتنين كانوا اطفال وكل واحد شايف نفسه قوي عايز يثبت للتاني مش اكتر. بس برغم كل ده مش عارفين يتحكموا في حيواناتهم الاليفه. وقبل ما لونغ يأذي الواد التاني بيظهر باباه ويمنعه، وشكله كده عارف مصايب ابنه اللي بيعملها على طول عشان يوقف الخناقه ما بينهم. فلونغ بتتضايق عشان كل مره باباه بيتدخل ويحوشه، لكن باباه اللي كان عاوز يأثر الشر واللي هو يلا يا شاطر العب بيد مش عاوزين مشاكل. الفكره ان الواد لما بيشوف لونغ وباباه بيبدا يحن لباباه هو كمان، وكانه اتحرم منه من بدري، عشان كده بيعيط وبيتمنى لو كان عنده اب يخاف عليه في الوقت ده. وفي اللحظه دي كان بيحلم ان باباه واقف جنبه، وبيقوم موقف لونغ وقايل له ان اسمه تشينغ، وانه لو واجهه بعد كده مش هيرحمه. تقريبا لما شاف ابوه واقف معاه اتشجع وحس انه في مكانه. فترى بقى هيواجهوا بعض مره تانية ولا هتعدي زي المره دي، وايه القصه اللي ورا تشينغ بالظبط؟ هنعرف كل ده المره الجايه. وما تنساش ان نشوف له هيكتشف حقيقته لاخته ولا لا، وهيسترجع قوته ولا لا. ولحد هنا بتخلص من قصتنا النهارده. اتمنى تكون عجبتكم، واستنوني في انمي جديد. وما تنساش تعمل اشتراك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ويلا سلام.